في ليلة 31 أكتوبر سنة 1999 كان في طيارة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 990 من طراز بوينغ 767 واللي كان في طريقها من مطار لوس أنجلوس الدولي اللي في كاليفورنيا ورايحة لمطار القاهرة الدولي اختفت من الرادارات تماما واتدمرت بالكامل في المحيط الأطلسي، وعدد الضحايا كان 217 شخص ومن ضمنهم 14 فرد من طاقم الطيارة كلهم مصريين. طب هل اللي حصل ده كان مجرد حادثة طيران عادية ولا اللي حصل ده كان وراه لغز أكبر وأخطر؟ وإيه اللي كشفته الصناديق السوداء؟ وهل الحقيقة اللي اتقالت لينا دي كاملة ولا فيها أسرار مدفونة؟ النهاردة هنحكي قصة الرحلة 990 من البداية للنهاية، كل تفاصيلها وحكاياتها المختلفة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الحكايات الجديدة. في البداية لازم نعرف إن الرحلة دي ما كانتش عادية خالص، دي كانت ملغمة بالرتب. 33 ضابط من الجيش المصري برتب مختلفة كانوا راجعين من تدريبات متقدمة تعملها مصر مع أمريكا كنوع من أنواع تبادل الخبرات، وسبع علماء بترول من كبار الخبراء وثلاث علماء ذرة مصريين، وكان من ضمنهم تلميذ مباشر للدكتور يحيى المشد عالم الذرة اللي اختاروا الموساد. كل النخبة دي كانت متجمعة في طيارة مدنية واحدة، وده لوحده كان خط أساسي في حل لغز الطيارة. والرحلة كانت طويلة وكانت هتنزل ترانزيت في مطار جون اف كينيدي الدولي اللي في نيويورك، والطيارة وصلت نيويورك الساعة 11:20 مساء، لكن المفاجأة انها اتأخرت ساعتين زيادة في الإقلاع وما طلعتش غير الساعة 21 صباحا. أما طاقم الطيارة فكان مقسوم على شيفتين. الطاقم الأصلي الطيار أحمد الحبشي 57 سنة كابتن الطيارة والمسؤول الأول عنها، والمساعد بتاعه الأول جميل بطوطي 59 سنة واللي كان من أكثر الطيارين في مصر للطيران. والطاقم الاحتياطي كان الطيار رؤوف نور الدين 52 سنة والمساعد بتاعه عادل أنور. والطاقم ده كان موجود عشان يتولى القيادة لما الطاقم الأساسي يحتاج للراحة في الرحلات الطويلة. وبعد 33 دقيقة بالضبط من إقلاع الطيارة من نيويورك وهي طايرة فوق المحيط الأطلسي حصلت الكارثة. الطيارة اختفت من الرادارات تماما وكل اللي كانوا عليها راحوا ومحدش نجا خالص. وبعد ساعة واحدة من اختفاء الطيارة شبكة CNN أعلنت أن أبراج المراقبة الأمريكية فقدت الاتصال بالرحلة 990، والخبر كان صدمة للعالم كله. الحكومة المصرية بسرعة وكلت مهمة التحقيق للمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، وبما أن الحادثة حصلت في المياه الدولية القريبة من أمريكا ففرق البحث وخفر السواحل انطلقوا على طول عشان يدوروا على حطام الطيارة. والبحث استمر لساعات طويلة وفي النهاية السفينة التابعة للأكاديمية البحرية الأمريكية لقيت اللي كانوا بيدوروا عليه، بس مش زي ما كانوا متوقعين بالظبط. أولا لقيوا بقع ضخمة في نص المحيط وأجزاء صغيرة متناثرة من هيكل الطيارة، لكن الصدمة الأكبر إنهم ما لقيوش أي جثث للضحايا ولا حتى أشلاء كبيرة زي ما بيحصل في حوادث الطيران العادية، وده اللي خلاهم يستنتجوا ان الطيارة انفجرت في الجو. وعشان كده الركاب والطاقم كله اتحولوا لأشلاء متناهية الصغر، وعشان يوصلوا الحقيقة الكاملة كان لازم يلاقوا الصناديق السوداء وخصوصا صندوق التسجيل بتاع قمرة القيادة. وبعد بحث استمر لأيام وفي 9 نوفمبر قدروا يوصلوا لمسجل بيانات الرحلة. بعدها بأيام قليلة في 24 نوفمبر وصلوا للمفتاح الأهم وهو مسجل قمرة القيادة، ومن هنا بدأت تتكشف تفاصيل غيرت مجرى القضية كلها وحولتها من مجرد حادثة طيران عادية إلى لغز دولي. وبعد فحص الصناديق السوداء وخصوصا صندوق قمرة القيادة أصدر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تقريره. في التقرير ده قالوا السبب ان ورا تحطم الطياره هو فعل متعمد من مساعد الطيار الاول جميل بطوطي وانها كانت عمليه انتحار جماعي، واللي خلاهم يستنتجوا كده ان الساعه 1:48 دقيقه و3 ثواني الطيار احمد الحبشي اللي كان بيقود الطياره واللي كان مسؤول عنها استأذن من مساعده جميل بطوطي عشان يروح الحمام. وفي اللحظه دي الطياره كانت على نظام الطيران الآلي الاوتو بايلوت، وبعد 32 ثانية بدأت تظهر أصوات غريبة في الكابينة زي صوت تخبيط أو تشويش، وعلى طول بعد كده ظهر صوت جميل بطوطي وهو بيردد جملة توكلت على الله توكلت على الله 9 مرات ورا بعض. وفي نفس اللحظة الطائرة بدأت في هبوط مفاجئ وبسرعة كبيرة جدا، نزلت من ارتفاع 33,000 قدم حوالي 10 كيلومتر ل 16 كيلو قدم حوالي 4 كيلومتر، وده كان في وقت قياسي جدا. وفي اللحظة دي رجع الطيار أحمد الحبشي للكابينة وكان مصدوم ومفزوع، وصوته ظهر في التسجيل وهو بيقول في إيه
ابعد المكن، شد معايا شد معايا. بس جميل بطوطي ما كانش بيرد خالص، وبعدها الصوت اختفى تماما والطيارة وقعت في المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من التسجيل ده مش دليل واضح وصريح على انها عملية انتحار متعمدة، المحققين اعتبروا ان جملة توكلت على الله اللي كان بيرددها جميل بطوطي دليل على نواياه الانتحارية. وبمجرد ما التقرير الامريكي ده انتشر، الرأي العام المصري والمؤسسات الرسمية رفضوا تماما نظرية الانتحار، واعتبروها محاولة للتعتيم على القضية واتهام ضابط مصر شريف. والدفاع المصري استند على عدة نقط قوية. اولا، جميل بطوطي ما كانش مجرد طيار عادي، ده كان من أكفأ الطيارين في مصر للطيران، ومن قبلها كان طيار في سلاح الجو المصري، وحصل على ما يقرب 14400 ساعة طيران، منهم 6300 ساعة على نفس طراز البوينغ 767. وكمان كان محاضر في المناورات الجوية ودرب أجيال من الطيارين. هل تفتكر إن الطيار بالكفاءة والخبرة دي ممكن يعمل فعل انتحاري بالشكل ده؟ ثانيا، الوضع العائلي والمادي. البطوطي كان متدين جدا ومعروف عنه أخلاقه العالية، وكان عنده 5 أولاد، ومن ضمنهم بنت بتتعالج على نفقة التأمين الصحي في مصر للطيران. وبعض التحليلات ربطوا بين مرض بنته ونيته الانتحارية عشان ياخد مبلغ مالي كبير. بس الاهل والاصدقاء اكدوا ان البطوطي كان ميسور الحال جدا، ده غير انه لو كان مات كان التامين على حياته هيقف، وعلاج بنته كان محتاج مصاريف كتيره. ففكره الانتحار عشان التعويض المالي مش منطقيه خالص. اهم دليل ينفي نظريه الانتحار هو تصرفات البطوطي قبل الرحله. قبل ما الطيارة تتحرك ب3 ساعات، البطوطي اتصل ببناته وطمنهم على تحاليل بنته المريضة، واتصل بمراته وقال لها يخلي ولاده يقابلوه في المطار لما يرجع، عشان كان جاي فردتين كاوتش عربية ومش هيعرف ينقلهم لوحده. مش بس كده، ده كمان اتصل على واحد صاحبه كان موصيه على دواء معين يجيبه معاه من أمريكا، وأكد عليه قبله في المطار عشان يستلم الدواء. فهل يعقل يا صديقي إن دي تصرفات واحد ناوي ينهي حياته بعد ساعات قليلة؟ رابعا، التسجيلات كشفت إن كان في 5 أصوات في كابينة القيادة قبل الحادث. كان في الطيار احمد الحبشي والمساعد بتاعه جميل بطوطي، والطيار رؤوف نور الدين والمساعد بتاعه عادل انور، ده غير الطيار المصري حاتم رشدي رئيس شركه بوينغ المصريه 767، واللي كان من ركاب الدرجه الاولى بس راح على قمه القياده عشان يساعد في اللي كان بيحصل. لو البطوطي فعلا كان بيحاول ينتحر، هل تعتقد ان كل دول فعلا كانوا هيسيبوه؟ وكمان التسجيل ما وضحش ان في اي صراع او اي مشكله او اي خناقه حصلت في قمه القياده، بل بالعكس كان بيدل ان في حاجه خطيره بتحصل وهم كانوا بيحاولوا يتجنبوها. خامس حاجه هي موقف حسني مبارك. خرج في مؤتمر صحفي بعد الحادثه على طول ورفض الروايه الامريكيه بشكل نهائي، وقال انه متاكد ان اللي حصل ده نتيجه خلل في مجموعه الديل، وان الحبشي لما قال شد معايا كان بيطلب من البطوطي يشد مع دراع التحكم في الديل، لكن الديل ما كانش بيستجيب. ومبارك صرح حرفيا ان امريكا بتحاول تلبسنا عشان ما يعترفوش بعيوب صناعه الطيارات الامريكيه. وبعدها على طول التحقيق المصري بدعم من الخبراء المصريين انضموا للفريق الامريكي، وبداوا يركزوا على احتمال وجود عطل فني في الطياره نفسها، وتحديدا في نظام التحكم في الديل او المصاعد اللي بتتحكم في صعود وهبوط الطياره. وفعلا كان في ادله كتير بتشيل الاحتمال ده. طراز البوينغ 767 كان ليه تاريخ من المشاكل والاعطال اللي بتحصل في انظمه التحكم، وفعلا حصلت حوادث كتير من نفس الطراز بسبب عيوب فنيه، زي حادثه حصلت سنه 1983 وحادثه حصلت سنه 1991. بس دايما الاداره الامريكيه وشركه بوينغ كان بيحاولوا يداروا على المشاكل دي، وكل ده عشان يحموا سمعه الشركه. واللي بيثبت الكلام ده كذا حاجه. اولهم شكوى من طيار مصري سابق. كان في طيار مصري بيقود نفس الطياره اشتكى قبل فتره قصيره ان الديل كان فيه مشكله والتحكم فيه كان صعب. والمفاجاه الصدمه حصلت بعد حادثه الرحله 990. حصلت حادثتين للطيارات التانيين من نفس طراز البوينغ 767 ونتج عنها ضحايا كتير. والمجلس الوطني الامريكي وقتها طلب من كل الدول اللي عندها نفس الطراز ده انها تفحص مجموعه الديل كويس، والنتيجه كانت صدمه جدا. من بين 152 طياره اكتشفوا ان كلهم فيهم مشاكل كبيره في مجموعه الديل، وانهم لو كانوا طاروا كانت هتحصل كوارث كبيره جدا. ثالثا، تحذيرات بوينغ المتاخره. شركه بوينغ اصدرت 6 انذارات رسميه بتحذر كل الشركات اللي عندها نفس الطراز من الطياره دي بضروره التركيز على فحص مجموعه الديل، وانها بتخلي مسؤوليتها عن اي حاجه بتحصل. وبعد 15 سنه من الحادثه، وتحديدا في 2014، اداره الطيران المدني الفيدرالي الامريكي اعترفت اخيرا ان الديل كان في مشكله، واجبرت شركه بوينغ انها تحدث وتغير مجموعه الديل في كل الطيارات اللي من نفس الطراز. مش بس كده، وزاره العدل الامريكيه بدات تحقق في تسويق وترخيص الشهاده بتاعت الطياره دي. يعني ازاي الطياره فيها كل المصايب والمشاكل دي تاخد ترخيص وتطير؟ وده اكد بشكل كبير ان كلام مبارك والخبراء المصريين كان صحيح. نروح بعد كده لنظريه الصاروخ ومؤامره الاغتيال. يمكن دي تكون اخطر واكثر النظريات اثاره للجدل، وبتاكد ان الطياره تعرضت لعمليه اغتيال ممنهجه بصاروخ امريكي. والادله اللي كانت بتدعم النظريه
النظرية دي قوية ومريبة جدا. أول حاجة زي المناورات الغريبة للطيارة في الجو. التسجيلات اللي كشفتها الرادارات الأمريكية كشفت عن مناورة غريبة جدا للطيارة في الثواني الأخيرة قبل السقوط. الطيارة كانت طايرة بشكل طبيعي جدا، وفجأة حصل هبوط مفاجئ لمقدمة الطيارة لمدة 40 ثانية، نزلت فيهم من ارتفاع 10 كيلومتر ل 4 كيلومتر، وده يفسر تصرفات البطء دي. زي ما قلنا انه هو كان محاضر في المناورات وطيار حربي سابق، والهبوط الاول مفاجئ كان عشان يتفادى صاروخ موجه، وطفى المحركات عشان يقلل البصمة الحرارية للطيارة، عشان الصواريخ في الفترة دي كانت بتعتمد على تتبع الحرارة الناتجة من محركات الطيارات، وده اللي يفسر سؤال الكابتن الحبشي: انت قفلت المحركات؟ وبعد الهبوط المفاجئ الرادارات سجلت ان الطيارة ارتفعت تاني لارتفاع بسيط، وبعدها ارتفعت بسرعة كبيرة جدا لحد 7 كيلومتر، وبعدها الرادارات فقدت الاتصال بها تماما، وده معناه ان الطيارة انفجرت في الجو قبل ما تلمس المحيط اصلا، وده اللي يفسر ليه الجثث اتحولت لانسجة متفتتة. وكمان التدمير قمرة القيادة بالكامل ده بيأكد ان كان في انفجار قوي خارجي او داخلي حصل في القمرة. ومش بس كده، الإدارة الأمريكية فضلت ساعة كاملة قبل ما تعلن عن انقطاع الاتصال بالرحلة 990، خصوصا انهم كانوا عارفين اللي حصل للطيارة من بدري، وده كان ممكن عشان يكون عندهم وقت كافي عشان يخفوا اي اثر للصواريخ او حتى اي ادله تدينهم، غير رفضهم المستمر للكشف عن كل محتويات الصندوق الاسود. ومش بس كده، ضبط المراقبه اللي اتعامل مع الرحله 990 واللي اخرها في الاقلاع ساعتين زياده طلب من الطيار احمد الحبشي يغير الخط الملاحي، وكمان يغير تردد الارسال اللي بيربط بين الطياره وبرج المراقبه بحجه تحسين مستوى الصوت، وبعد 3 دقائق بالظبط الطياره اختفت. والخبير المصري المحقق القانوني في الحادثة دي أكد إن اللي حصل ده مقصود ومدبر. التأخير اللي حصل في نيويورك خلى الطيارة تخرج في توقيت مش متسجل في جداول حركة الطيران العسكرية، وبالتالي لما الدفاع الجوي الأمريكي لما يشوف هدف طاير في مكان مش المفروض يكون فيه وبتردد متغير ومش متسجل عندهم، ساعتها من حقهم يتعاملوا مع الهدف ده على إنه هدف معادي ويضربوه. وأخيرا نروح لآخر دليل، وهو شهادة الطيارين الأردنيين والألماني. الطيار الأردني للشبلات نقيب المهندسين الأردنيين السابق بعت رسالة للخارجية المصرية وقال فيها إن الطيار الأردني أحمد خفاجة ومساعده عوض الراشد واللي كانوا طايرين في الرحلة القريبة من الطيارة المصرية شافوا حاجة غريبة. عوض الراشد فضل يصرخ الله أكبر لا إله إلا الله عشان شاف كتلة نار ضخمة جاية ناحيتهم بس عدت من تحت الطيار بتاعتهم، ولما عرفوا ان الطيارة المصرية انفجرت في نفس التوقيت ونفس المسار بلغوا باللي شافوه. ثانيا كان في طيار ألماني موجود في خط ملاحي قريب قال في شهادته انه شاف جسم غريب طاير من جنبه ورايح ناحية الطيارة المصرية، وبعدها بثواني الطيارة انفجرت. المحققين المصريين بعد كده اكتشفوا ان اقرب نقطة ارضية من موقع سقوط الطيارة كانت قاعدة غنديل العسكرية الجوية الأمريكية، ودي قاعدة صواريخ أمريكية، ولما سألوا عنها قالوا إنها مهجورة، بس مع الوقت اتضح إنها كانت شغالة عادي. وكمان الإشارات اللي رصدتها الرادارات كانت بتوضح إن في 3 أجسام مضيئة طايرة بالقرب من موقع انفجار الطيارة. وبس كده صديقي نكون وصلنا لنهاية حكاية النهاردة. وفي رأيك أنت بعد ما عرفت كل التفاصيل دي إيه هو السبب الأقرب ورا سقوط الرحلة 990؟ هستنى تعليقاتكم تحت.